ألف مبروك فوز النادي الأهلي على فاركو 3 نقط مهمين جدا، وإن كانت هي دي الإيجابية الوحيدة في رأيي النهاردة. مزاحمة ومزامنة بيراميدز على لقب الدوري، وإن كان يظل بيراميدز هو الأقرب للفوز بلقب الدوري على الورق خلينا نقول، ولكن مع النادي الأهلي مفيش حاجة اسمها الكلام ده، مفيش الكلام ده، مفيش مستحيل مع النادي الأهلي، انسى أي كلام. ولكن أنا ليه بعمل في نفسي كده؟ والسؤال هنا موجه للفنان كولر. انت ليه بتعاند وليه بتكابر واحنا مش متعودين منك على ده غير في حاله واحده بس او مع شخص واحد، وتحديدا هو البطريق موديست. البطريق النهارده حرفيا بيجري في ارض الملعب، مع الاعتذار للبطريق واحترامنا الكامل لكل البطاريق في كل العالم. لكن ليه الاصرار على موديست؟ ليه المعانده؟ ليه المكابره؟ انت مش تشربه لنا بالعافيه، احنا عندنا عينين وبنشوف. انت صممت ان انت تشتريه، وكلنا كنا في الاول مؤيدين، السي في بتاعه قوي جدا. ولكن انا واحد من جمهور النادي الاهلي وبطالب بعمل تحليل دي ان ايه لموديست، لان انا بصراحه شاكك ان هو ده موديست صاحب السي في متقدم لنا الشخص ده بيه، واتقال لنا ان هو كان بيلعب في بروسيا دورتموند وجاي من اوروبا وصديق بيلينجهام والكلام ده كله. بصراحه مستوى سيء جدا واداء محبط للاعيبه اللي معاه في الفريق، قبل ما يبقى محبط لنا. اللعيبه شدت في شعرها النهارده. احمد عبد القادر اللي عامل وزارع شعره النهارده كان بيشد في شعره، حرام. وفي المقابل انت مصمم تخسر كهربا ليه؟ برضو ايه الحكمه وايه الذكاء وايه الفن في اللي انت بتعمله مع كهربا؟ في المقابل مهما كان كهربا سيء او وحش، عمره ما هيبقى بمستوى السوء اللي فيه موديست النهارده. ليه الاصرار على موديست اللي المفروض عقده منتهي وانت مش تاخد منه حاجه ومش مفيد بالنسبه لك؟ في المقابل ان كهربا اللي ما زال عقده معاك وما زال، وكان هداف افريقيا، بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، وما زال معاك ويعتبر هداف الفريق في الموسم ده حاليا. ليه الاصرار على انك تخسره؟ ليه مع كميه الاخبار والتصريحات اللي بتطلع ان كهربا على الرادار ان هو يمشي، وان انت اي عرض او اي عقد يجي لكهربا مشوه ما عنديش مشكله، المهم ان انتوا تجيبوا لي بديل وبديل اجنبي؟ ليه؟ هل انت متصور ان كل الكلام ده مش هيحبط كهربا؟ المنظر اللي نزل بكهربا النهارده على عكس المتوقع وعكس ما كنا بنشوف كهربا عليه، نازل النهارده كوره المفروض ان هو يعني بامكانه ان هو يرقص الحارس، هي كانت اوفسايد ولكن في امكانه ان هو يرقص الحارس، في امكانه ان هو يكمل جري، في امكانه ان هو يعمل حاجات كتير. وفي المقابل عمل كرة لوب طلعت الدور السادس. يعني انا مش عارف هنرفع الجون عشان يجيبها جون؟ طب ليه محاولة ليه ان انت بتخسره؟ ليه بتخسر اهم لعيب؟ مش اهم لعيب، ليه بتخسر لعيب مهم عندك في مركز ما فيش فيه احتياطيين كتير او ما فيش فيه بدائل كتير؟ في المقابل هتكسب مين؟ موديست، عم الحاج موديست. حرام يعني. بصراحة احنا متعودين ان انت تبقى عادل مع اللعيبة. قفشة مش كويس بتلعب امام عاشور، ما ياسر ابراهيم يستحق ان هو يلعب فبترجعه، مصطفى شوبير يستحق بيكمل مكان الشناوي. فانت بتعمل العدل فيما عدا مع شخص واحد بس وهو موديست. الحته التانيه اللي عايز اتكلم فيها رجل المباراه طبعا بدون ادنى شك امام عاشور، اللي فارق كتير جدا عن اي لاعب في الدوري المصري او اي لاعب في مصر عموما. امام عاشور في مركزه اهم لاعب، وان كان اهم لاعب في العموم في كل المراكز هو امام عاشور. اللي بيقدمه هو لاعب من قماش تانية، وده باين جدا بعد مستواه عن اي لاعب تاني في الدوري المصري او اي لاعب مصري في الفتره اللي احنا فيها دي. طبعا عن كميه الحلول اللي هو بيمتلكها امام عاشور، من كان من تسديده، من تغيير ملعب، من مهارات. عجبني جدا تغييرات كولر ونزول احمد عبد القادر اللي غير الفرقه، وخروج رضا سليم اللي بقاله فتره مش في مستواه. وبرضه دي علامه استفهام، مش فاهم ليه في لاعيبه في الفترة الأخيرة مع كولر مش عارف اللعيبة مستواها بينزل، ودي مش حاجة طبيعية وحاجة يسأل عنها المدير الفني لما تتكرر مع أكتر من لاعب. الحاجة الرابعة اللي عايز أتكلم فيها هو الهدف اللي دخل فينا، وهو كان من غلطة عمر كمال، إن هو كان مغطي مكان لاعب أو كان مغطي مع لاعب فاركو، كورة ما اتحسبتش أوفسايد فاتحسبت هدف. طبعا ده لو محمد هاني كان كال من الشتيمة من المنقى يا خيار، ولكن هي دي الزيطة، احنا بنزيط لما حد بيقول كلمة كله بيكمل وراه. محمد هاني لا لاعب ما ينفعش النادي الاهلي. محمد هاني حتى وان كان مستواه مش اللي هو، ولكن يا جماعة الفروقات مش بعيدة. محمد هاني عن عمر كمال عن غيره الفروقات مش بعيدة، وعمر كمال لعب النهاردة كمية العرضيات فين. ولكن انا ممكن ارجع ده برضه عشان ما اظلمش عمر كمال، لان اللاعب بيلعب في اكتر من مركز الفترة الأخيرة، تركيزه هيبقى موجود ازاي؟ انا دلوقتي مطلوب مني ان انا اعدل اطور من نفسي في المركز بتاعي، بشوف ايه اللي ناقصني وبعدل فيه. انما انت بتشيلني النهارده بلعب باك يمين، بكره بتلعبني باك شمال، بعده بتلعبني جناح يمين، بعده بتلعبني جناح شمال، وكل مركز فيهم له متطلبات وله حاجات مضطر ان انا اركز في تطويرها في نفسي. فانا بصراحه لما اعمل كل ده انا بشتت اللاعب بتاعي وبخسر اللاعب برضه بتاعي.
وارجع واقول انت كسبت باقل مجهود، ولكن تظل الايجابيه الوحيده هي الفوز بالثلاث نقط بس فقط لا غير. واخيرا وخامس حاجه، وهي رساله لجمهور النادي الاهلي او لبعض جمهور النادي الاهلي، وهي ان ليه يعني اهلك هم اللي هيزعلوا في النهايه، وانت كمان هتزعل. هتستفيد ايه لما مستقبلك يضيع؟ هتستفيد ايه لما تتحدى الدوله او تعمل حاجه زي كده؟ بلاش. يعني السياسة مش مكانها في ملعب الكورة. زي بالظبط ان انا ما ينفعش اروح مع فريق التشبيه طبعا ان انا اروح مسجد واعمل في مظاهرة او ايا كان. ده ملعب كورة، انت جاي مجرد ان انت خرجت من بيتك عشان تتفرج على الفرقة بتاعتك بتلعب كورة، احترم ده. عايز تزود عن كده، عندك الشارع، عندك حاجات كتير ممكن بقى تطلع تتظاهر تشوف الحاجات دي، انت حر. لكن انت داخل ملعب كورة، ليه تضيع مستقبلك؟ ليه تزعل اهلك عليك؟ مش شايفها بصراحة حاجة. كلنا مع فلسطين وكلنا صعبان علينا اللي بيحصل في فلسطين، دي مفيش حاجة حد يزايد فيها على التاني. ولكن أنا بتكلم هنا عن فكرة دخول السياسة. ده مشوار مشيناه قبل كده زمان وشفنا نتيجته ونهايته كانت عاملة ازاي. فلو الرسالة دي يشوفها واحد أو اتنين أيا كان، أو لو مش هيشوفها حد، هو بصراحة ده اللي يملي على ضميري، ملهاش لازمة. بس كده، ده كل اللي أنا كنت ممكن أقوله النهاردة، وشكرا.